السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطي كل واحد فيكم ما يتمنى في الخير يا رب العالمين. الوصفه عنها اليوم هي فخذ الخروف مشوي في الفرن، طريقه بسيطه وسهله، وعطيتكم المقادير تاع تتبيله اللي هي بسيطه، يعني ماشي معقده وما فيهاش بزاف صوالح، وتخلي بنه اللحم يعني كي تاكلي تشمي ريحه اللحم ما تبدلكش الذوق تاعها. وطريقه الطهي تاعها كذلك درتها لكم، فبقاو معايا شاهدوا الفيديو، ضغطوا على زر لايك، شاركوا في القناه، بارطاجوا باش تعمل فايده على الجميع. بسم الله نبداو الوصفه وطريقه التحضير. الخطوه الاولى قبل ما تبداي بالفخذ شعلي الفرن يسخن اعلى درجه من الفوق ومن التحت. من بعد نجيبوا الفخذ كما راكي تشوفي ونثقبه بالسكين، ندير ثقوب تكون واسعه شويه من كلتا الجهتين من التحت ومن الفوق. نجيب فصوص تاع الثوم حوالي هكا واحد 8 حبات، ولا لانه هذا اللحم يبغي الثوم. ندخل فيه هذوك الثقوب اللي درتهم بالسكين، ندخل الثوم. اذا كانت الحبه تاع الثوم كبيره قسميها الى نصفين. ندير الملح، ولكن ماشي الملح المائده، هذا ملح الصخري او البحري اللي يتباع عند العشاب. يعني انا مورفه نخدم به كاع الاكل تاعي، كما قلت لكم الخطره اللي فاتت انه بطلت مانيش ندير هذاك الملح المائده، راني نخدم غير بهذا الملح. فتلقاوه يتباع عند كامل العشابه. اقول لها يعطينك غير الملح الصخري او البحري او الملح الحيه، كل واحد كيفاش يسميه. فنصحك باش طيبي به الماكله تاعك صحي اكثر. هنا جبت فلفل اسود راني رشيت شويه. من بعد نجيب الزعتر البري، نحك هذاك الزعتر على الفخذ بهذه الطريقه من كلتا الجوانب، ما تنسيش اختي هكذا. نجيب الزيت زيتون نكب من الفوق بهذه الطريقه، ونبدا ندخل فيه في كامل اللحم. بالنسبه اللي يقولوا باللي زيت زيتون يخلي الريحه في اللحم فما كاش كاع منها. غادي نديرو زيت زيتون يعطي لك يعني واحد الطراوه للحم تاعك، يعني هو يفكك الانسجه في اللحم ويخليه طري. فبنه زيت زيتون كاع ما تشميهاش في اللحم ابدا. هذه التتبيله ديريها وعينك مغمضين، ديريها كاع في اللحم اللي عندك، سواء كنتي باغي طيبي اللحم تاعك في الفرن ولا في القدر على الغاز. يعني دائما هذاك كما قلت لكم يفكك الانسجه تاع اللحم ويعطي له طراوه، والريحه تاعها كاع ما تقعدش في اللحم ابدا. هنا بعد ما تبلته كما راكم تشوفوا جبت الورق الالومنيوم، حطيت كميه لا باس بها كما راكم تشوفوا. من بعد زدت هنا ورق الطهي كذلك، حطيت كميه لا باس بها. جبت هنا حبه بصله قطعتها الى دوائر، غادي نحطها كقاعده، عاد نحط فوقها اللحم. ولا بغيتي ديري هذا الفخذ مع الخضره غادي نخليكم رابط الفيديو اللي حطيته، راني فيه واحد العام ولا عامين ولا منش عاقله، درت لكم فخذ تاع خروف بالخضره في الفرن ثاني كيجي بزاف بنين. غادي نخليكم رابط تاعها في صندوق الوصف. هنا بعد ما حطيت البصله حطيت فوقها الفخذ تاع الخروف، وراني نغطي اولا بالورق الطهي ونغطيه مليح، لازم ما تخليش بلاصه باينه هكذا. بعد ما غطيته غادي نزيد ورق الالومنيوم. بزاف ناس يحوسوا على تتبيله شابه للحم، هذه تتبيله تحافظ لك على بنه اللحم كما قلت لكم وتخلي ريحه شابه، فهمتيني. لا بغيتي تزيدي معاهم الداخل روزميري اي اكليل جبل ديري، بصح ما تكثريش. بعد ما غطيته اش غادي ندير؟ نجيب البلا نحط عليه ورقه الومنيوم باش الا سال هذاك الماء يطيح في الالومنيوم، ما يطيحش في البلا وينشف وينحرق لي. مده الطهي تاعها 3 سوايع، يعني تشعلي ليه من الفوق ومن التحت، والساعه الاولى يكون اعلى درجه. من بعد نقصيه كي توصلي 2 سوايع ونص خرجيه وحمريه من الفوق نص ساعه الزوجه وقابليه صاي شعلي ليه غير من الفوق، وعاودي قلبيه جهه الزوجه، وهذاك الماء اللي يطلقه تكبي عليه من الفوق وحمريه في الفرن. هذه هي، ويكون واجد معنا اللحم فخذ الخروف مشوي في الفرن، واحد البنه ما شاء الله عليه.
تقدري ترشيه بشويه تاع فلفل احمر مدخن اذا كان عندك، ودخليه يطيب بهذاك الماء اللي بهذاك الجو اللي طلقاه، تخلطيه مع شويه فلفل احمر مدخن وطلي غير واحد شويه وعاودي رجعيه يتحمر. اذا بغيتي ديري غير هذا الجو تاعه من الفوق وتدخليه يتحمر ثاني مكاش مشكل. هذا الطبق تقدري ترافقيه مع بطاطا مقليه ولا ديري ارز، يعني ارز بسمتي طيبيه. دوك نخليكم رابط الوصفه تاع الارز، يجي بزاف بنين، مقادير مضبوطه حتى طريقه الطهي تاعه والمده، فجربوه وحتى نوعيه الروز اللي تجي شابه. فنخليكم رابط تاعها كذلك في صندوق الوصف، هو والفيديو تاع فخذ الخروف بالخضره في الفرن. ما تنساونيش خوتي خواتاتي لايك اشتراك وبارطاج، ربي يحفظكم وسمحوا لي لا شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا رب، وربي ان شاء الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون في الخير ان شاء الله. تهلوا في رواحكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.